اهلا عسلامة، مرحبا بكم بنات. راح نديرو موديل نقولو قندوره، وكما بدلتو ولا درتو قماش مختلف على هذا تقدروا تخرجوا بها. هذاك شغل القماش راهي يميل بزاف في المناظر نتاع الدار، مي راه النوعيه المليحه في بغان كلاصي. يدير 55 الف هكذاك. بالنسبه هنايا جبت زوج جمات الرونس هكذا. البنات مرحبا بكم في القناه هذه، راهي قناه جديده قناه سعاد بن حامد. نتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا البنات انا القماش دائما نغسلو بيان سور ونشرو ونحدو. هنا واش رايحين نديرو؟ رايحين بالطول، الطول كامل عندي زوج جمات الرونس. واش راح ديروا؟ راح تنحو 35 سنتيم. بين راح نجي من هنايا نعين 35 سنتيم. انا نسبق وعينت 35 عينتها يعني. من بعد واش نديروا؟ نروحوا نقصوا بهذه الطريقه. من بعد واش ندير؟ اشاك فوا اشاك من نقطع ولا نجبدو خيط. هذاك الخيط هو اللي يعطي لي الروبير تاع القماش نتاعي، ولا يوري لي الطريق باش تجيني القطعه مساويه. فوالا البنات، هذيك القطعه هذيك تاع 35 تاع 35 سنتيم، ولا حبت المونش يكون كامل دير حتى 40 سنتيم. معليش انا درت 35 سنتيم. من بعد نزيدوا له قطعه باش يجينا فيه كشكاشه. دوكا تشوفوا التفصيل، هذا يروح للاكمام. هذا اللي بقى لنا هنايا. بالنسبه انا ليا الزبونه تاعي ماهيش طويله بزاف، يعني مانيش راح ندير لها هذا الطول كامل. حق الحزام بعد ما نكمل المقاسات ديالها نحي الطول كامل. من نتوما لا نتوما اللي كيفاش اللي طويله تنحي حق الحزام من قبل، من بعد توسي القماش نتاعها. هنايا راح نديرها ايفازي. هذا هو واش القماش اللي عندي. واش رايحه ندير؟ رايحه نفصلو كذلك على زوج، يعني نحي الامام وحده والخلف وحده. القطعه نتاع القماش هذيك اللي بقات لي هاي اللي طويتها على زوج بهذه الطريقه هكذا. نطويها بهذا الشكل على زوج. من بعد نقص عادي، نحي قطعتين باش نفصل الامام وحده ونفصل. البنات على بالكم كنت نهضر وعلى بالي راني مفيلمي، ما كنتش كامل مفيلمي. نعاود معليش. قلنا هذيك القطعه نتاع القماش اللي نحيناها طويناها على زوج، نجي من الجهه المغلقه ونبدا نمشي ب4 سنتيم. نعاود راهي فيلمي. نمشي ب4 سنتيم. شوفوا من الجهه المغلقه ندخل ب4 سنتيم 4 سنتيم 4 سنتيم هكذا. يعني على طول كامل الموديل ديالكم تمشوا ب4 سنتيم على كامل الطول الكلي نتاعكم. في الجهه الاماميه هذه راني نفصل في الجهه الاماميه. طيحوا هكا مباشره بهذه الطريقه ب4 سنتيم. من بعد من الكوتي نتاع 4 سنتيم اللي هنا اللي رايحه نبدا الفصاله. هنا واش راح ندير؟ درت 11 سنتيم. شوفوا من 4 سنتيم نخرج ب 11 سنتيم، يعني الفصاله تجيني بعد 4 سنتيم هذيك. من بعد هنا هذا الخط غلط ما تشوفوش فيه. من بعد من لهنا هبطت ب 15 سنتيم. هاي لك 15 سنتيم. من 15 سنتيم درت محيط الصدر. شوفوا دورة محيط الصدر كتبوها، دورة محيط الصدر زائد 8 سنتيم تقسيم 4. علاش هذيك 8 سنتيم؟ هذيك 8 سنتيم هي نتاع لي بانس، باسكو هذه فيها لا ديكوب فرانسيز وفيها لي بانس. هي تحق لي بانس وحق التوسع وحق الخياطه هكذا. كيفاش تحسبوها؟ ديروا دورة محيط الصدر زائد 8 سنتيم تقسيم 4. الناتج اللي لقيتوه تابليكوه هنايا. انا لقيت 30 ونصف، راح ندير لها 30. هاي 30 وين. من بعد من النقطه نتاع 30 سنتيم رايحه نجي لهنا ونربط مع النقطه نتاع 11 سنتيم هكذا. من 30 نجي حتى ل 11 سنتيم. من بعد راح نهبط للخصر. نعاود نشوف هنا راهي الفيلمي. فوالا راهي بان كلش. هنا نجي نعاود نهبط للخصر. هنا الخصر المراه راهي قصيره، ماهيش قصيره يعني ماهيش طويله. راح ندير لها 17 سنتيم الخصر نتاعها، ورايحه ندير هنا رايحه ندير لها 28 سنتيم. راني نحسب الحق البنات، راني مدخله لي بانس خاطر المقاس هذا زائد 8 زائد لي بانس، دونك انا راني مدخله لي بانس. من بعد هي ما عندهاش نوزول كبير، بصح الحوض تاعها فيه 65 سنتيم. دونك هذيك 65 سنتيم اكيد راح تقسموها على زوج تعطيكم حوالي 34
ونص، يعني 35. انا علاش عينت هذه تاع 35 باش نعرف نعرف كي نروح نقص يليق نخرج كامل بالحوض هذاك. دونك هنا الحوض شحال رايحه نهبط لها شي 16 سنتيم برك، فهمتوا؟ وندير 35 مع انه انا ما نسحقش 35، يعني رايحه ندير كامل الايفازين تاع القماش نتاعي. واش معناتها نجي من النقطه نتاع الخص نحطها هكذا ونخرج على عرض القماش كامل، يعني شحال عندي في القماش عرض رايحه نديرو الايفازي بهذا الشكل هكذا. هاو الايفازي، ومن بعد تقسموا هنايا المنتصف وديروا هاد الطريقه هذه. علاه باش ما تجيكمش ربطه فيها ديكالاج ولا مجلحه. هذا مكان انا واش رايحه ندير، لازم نكمل 4 سنتيم هذه نتاعي باش نقصوا الموديل. فوالا البنات كما قلنا هذا هو الرسم تاعنا. من بعد شجوا هنايا عند نقطه الخصر واش راح نديروا، راح نجو ب10 سنتيم حتى ل 11 سنتيم. انا حنخليها 10 سنتيم. هذيك 10 سنتيم اللي تمشوا بها بون بيان سور توجور نفصلوا بعد الربع سنتيم هذيك. مي هذه 10 سنتيم اللي تبقى مقاس يعني نفسه هكذا 10 سنتيم. من بعد واش ندير عادي جدا، راح ندير في المنتصف ولا في خط الخصر هاوليك هكذا. رايحه ندخل من بواحد ونص سنتيم ومن كذلك بواحد ونص سنتيم. هنا رايحه نحبط 10 فقط سنتيم هكذا. كما قلت لكم المراه ماهيش طويله بزاف، دونك هنايا هكذا البانسه. من بعد هنا واش نجو نديرو، نشوفوا هذه شحال عندي هنايا، عندي 24 هكذاك ب 24. واش راح ندير، راح نخرج هنا بواحد سنتيم في الجهه الاماميه بركه، الجهه الخلفيه ما نخرجوش منها باش ما يجينيش هذاك الانتفاخ هكذا. نتوما بيان سور خرجوا بشكل مليح. انا راني نخدم بالطبشور، دونك الطبشور ديجا خشين. من بعد واش ندير، هذه المسافه راح نقسمها على زوج، هاي ليك هذه المسافه كنقطع نقسمها على زوج. من بعد نرسموا حردة الابط، عفوا نرسموا لا ديكوب فرانسيز تاعنا. هنا لا ديكوب فرانسيز راح ترسموها اكيد بالبيروكي ولا ترسموها فقط بيديكم وتكملوا لاباس نتاعكم. دوك تشوفوا لاباس هنا شحال جاتنا، كيف جاتنا حوالي 9 حتى ل 10 سنتيم، خاطر لاباس كي ترسموها باش رايحين تدخلوا شويه. هاي ليك تكملوا هنايا خط وهنايا خط بهذه الطريقه. نعتذر البنات على التبشوره، مهم راكم تفهموا واش راني نقول. اكيد البانس كي تكونوا تخيطوها تعدلوها بيان سور ترسموها بستيلو اللي خاص بالقماش. انا الطبشور شوفوا الطبشير ماشي الطبشور اللي راح عندي ليسونسيل تفهموا عليا واش راني نقول. دوكا نروحوا على ماكينه الخياطه نخيطوا قبلها 4 سنتيم. من بعد نقلبوا القماش ديالنا على القفا ونبداو نديروا في لي باس نتاعنا. اكيد بعد ما رايحه نقصوا الشكل ولا التفصيل ديالنا بهذه الطريقه. هنا اكدوا كذلك البنات على القماش يكون يعني مساوي، ما يكون لكمش واحد هارب على واحد، بس الفصاله ما حاش تجيكم مليحه بهذه الطريقه هكذا. هايليك شوفوا انا حنخرج خرجت شويه، نخرج لها شويه بون نخرج لها هنايا في الخصر شويه. علاه البنات خاطر لا كليونت راهي الله يبارك هي ماهيش طويله بصح كيفاش نقولوا معمره، دونك يليق ندير لها القندوره عريضه مليح. من بعد نخليها شويه للداخل، كي نكون خيط نخلي لها للداخل، تحب تفتحها تحب تحبس. انا حنكمل حتى الاسفل القندوره نقطعها كامل ونخيطو. قبل ما ننسى باسكو انا كيكون خيطه ننسى، هنايا كي تروحوا ديروا لي بانس تزيدوا هنايا بانسه فيها 1 سنتيم برك هكذا، تحطوها حتى تحطوها مع واحد 6 سنتيم وتجبدوا هنا تجبدوا واحد سنتيم برك ولا نصف سنتيم باش يبدلكم لا فورم نتاع الصدر ديالكم. وثاني ما تجيش هنايا واسعه مشرقه كما نقولوا بالدرجه، تجي ملمومه. هذه فوالا هنايا راح نبدا نخيط هذيك 4 سنتيم كما قلت لكم يكون القماش الى وجهه الحقيقي. حاولوا تستخدموا كذلك الابر باش ما تهربلكمش المقاس نتاعكم ويجيكم معدول، الا تجيكم ساويه.
انا هنا راني مستخدمه الابر، وكذلك راني نعاون بيدي باش تجيني الخدمه مليحه. شوفوا المهم نمشي بهذيك 4 سنتيم الى كامل طول نتاع القندوره نتاعكم بهذه الطريقه. لابانس توجور يا البنات تبدا من الجهه السفليه وتجي طالعه، جامي تبداو بلابانس راديكوب تاعكم من الجهه الفوقانيه، دائما تبداو من الاسفل. ميم سورتو لو كنتو قاصين القماش ما تبداوش جامي تبداو في لابانس ديالكم عذرا لابانس تاعكم من الجهه العلويه، على خاطر راح يجيكم ديكالاج. طعوش راديكو برانسيس دونك ما تزيدوا والو، خلوا نفس الرسم نفس الباترون، فقط هنايا عند الخياطه لا ديكو برانسيس توجور تبداوها من الاسفل. هذا واش حبيت نلحق لكم. هنا تبداو تخيطوا عادي، كي تبداو تلحقوا لا ديكو برانسيس تبداو تروحوا بمليمترات فقط، يعني بضع مليمترات هكا من الاصفار، وتدوروا القماش نتاعكم على حسب لابانس نتاعكم. هذه هي لا ديكو برانسيس، ما راهيش يعني صعيبه، فقط عند الخياطه عرفوا كيفاش تخيطوا، كيفاش راكم تخيطوا. هذا ما كان بهذه الطريقه هكذا. هاي ليك كيفاش تجيكم الخدمه نتاعكم. ها تجيكم بزاف تحفونه، ان شاء الله يكون يبان لكم الفيديو. هاوليك الجزء الخلفي ديروا لابانس نتاعكم عادي، من بعد تمشوا تتبعوا الرسمه برك، تبعوا برك واش رسمتوا في راديكو برانسيس، هي يعني الجيد نتاعكم باش تجيكم مليحه. شوفوا كيفاش تجيكم شابحه في الجهه الاماميه. بون شوفوا هنا قلت لكم درنا لي بانس هنا افون ما نخيطوا هذيك البانسه اللي تجي هنايا. شفتوا هذيك 4 سنتيم بعد رايحه نحبط، نجي من هنا نهبط ب5 سنتيم ونطلع وين كاين فوالا وين كاين هذيك الجهه المغلوقه، ندير 5 سنتيم هكذا ونطلع، يعني نقص هناك شغل في باش تجيني الرقبه نتاعي شويه مفتوحه، خاطر مازال نديرو فوقها كشكشه واحده اخرى. فهذا بهذه الطريقه. في الجهه الاماميه برك نديرو هاد الخطوه، ما نديروش في الجهه الخلفيه. من بعد دوك واش رايحه ندير البنات، شوفوا هنايا الخطوه هذه، هنا هاي الربه تاعي، شوفوا هذاك الزائد اللي في الجهه الاماميه، شوفوا كيفاش راني نطوي فيه، يعني نحبو ماشي نطويه نهبطو بهذه الطريقه ونعمل له بالمكواد هكذا. شوفوا كيفاش يولي لي كنديروا المكواد، شوفوا هنا كي راه بلا مكواد، شوفوا هنا بالمكواد شغل تجي لا ليزيير في الوسط. فوالا هنا شوفوا حكمتها بالابر هامليك باش تشوفوا. من بعد تهبطوا لا ليزيير هذيك تهبطوها كامل بالمكواد مليح بهذه الطريقه. ها شفتوا هكذا، هذا مكان تهبط، وبعد تجوزوا عليها بالخيط. فوالا هكذا، يعني نجيو هنايا تبداو تخيطوا على بعد مليمترات فقط هكذا بهذه الطريقه في كلتا الجهتين، الجهه هذه والجهه هذه. هنا شوفوا وين درنا هذاك لوفي، هنا كي نخيط نقيس من، شوفوا نجي من المنتصف هذا حتى المنتصف هذا، بون نجي من هذه النقطه لهذه النقطه، نعين المنتصف وندير بانسه نتاع 6 سنتيم. هذا ما كان نكمل هذا ونكمل الجزء الخلفي. قلت لكم نخدموا بنفس الطريقه، فقط ما نديروش لا ليزير هذه وما نديروش لا ديكو برانسيز بالتفصيله كيما هو، وما فيش كذلك الحبطه تاع 5 سنتيم، يعني يكون سامبل نفصل الخلف ونجي نفصلوا الاكمام. بنات هذا بالنسبه للجهه الخلفيه، درت 11 سنتيم هبطت ب 14 سنتيم. من بعد هنا حددت الخصر نتاعي، درت 10 سنتيم رسمت البانسه عادي. من بعد ضربت بين هادو، ودائما راني زدت هنايا 2 سنتيم هذيك زياده، خاطر قلت لكم هديه مولاتها راهي سمينه. من بعد واش درت، هنا عندي دونك 22 سنتيم، دونك هنا تاني خديت 22 سنتيم. هذه القطعه نديرو بها التسفاج. هنا البنات تاني راح نديرو بانسه تاع 7 سنتيم ونديرو حوالي نصف سنتيم من نصف سنتيم منا برك باش تجينا برك، يعني القندوره مش شابه، يعني تجينا شابحه هكذا. انا نروح نخيط لي بانس، يعني هم ليك تخيطوا من الشوكه هذه الشوكه هذه عادي، ومن هنا كذلك النقطه هذه، ونسفج عادي، يعني نحط الوجه على الوجه ونخيط، ماهيش حاجه كبيره. بون فوالا البنات رجعت لكم. هنايا خدمت كما شفتوا الجهه الاماميه، خلاص درنا لي باس حددناها. هنا بيان سور لازم نفضها من الطبشور هذا.
كذلك هنا شوفوا البنات حردة الابط عملنا لها كفة وحددناها جيدا. كذلك فيما يخص الجهة الخلفيه هم ليك درت لهم لي بانس سامبل عاديين جدا. درت كذلك هنا في الاعلى بانسات صغار وكففت حردة الابط ودرت تسفاج عادي. وهنايا بيان سور درت شريط اللاصق وحددت. هنا يعني خدمنا الخدمه تاعنا كامل. مازال لنا لي مونش ومازالنا كذلك هنا بون نحي هذه نديروا واحد الكشكشه هنايا على مستوى الصدر نتاعنا هكذا. هذيك الكشكشه واش راح نديروا فيها الحين بون البنات. هنا ما تشوفوش كامل هذه حده الابطه، هذه راهي كبيره بزاف. انايا رايحه نقص بيان سور نحي حق نخلي لها شغل زايد من الداخل. اذا في حليبه اذا جاتها ضيقه رايحه تزيد لها هكذا. هاي ليك البنات هنايا عندي 23 بون 12 عندي 24 تقدروا تقولوا هكذا. هنايا هذه المستوى رايحه ندير لها كشكشه بصح لازم تكون قطعه دوبلي. دونك عندي 24 ولا 23 معناته هنا لازم يكون عندي اكثر. هاي ليك رايحه نستخدم دوك نقول لكم شحال حنا قلنا 24 دونك راح ندير 48 20 40 بون. هاي ليك حندير فيها 48 والعرض تاعها رايحه تكون جوست 4 سنتيم. مانيش حابه نكبرها ولا تكون حتى 5 سنتيم باسكو نخيطوها. هاي ليك 5 سنتيم معناته دقيقه نشوف الفيديو راهي واضح لكم مليح. راه واضح معناته عندنا 48 بون عندنا 48 سنتيم في الطول على 5 سنتيم. رايحه نحي هذه القطعه. ها فوالا البنات هنا راني درت قلت لكم ندير 5 سنتيم برك على 48 ولا 50 سنتيم. هنا البنات ملاحظه اللي عندها الفيزلين من الافضل تستعمل الفيزلين. فوالا البنات هنا بعد ما تقطعوا ديك القطعه كامل تطويوها على زوج تحدوها وتعملوها كشكشه فوق الروبات تاعكم. دوكا تشوفوا كيفاش تولي لنا بهذا الشكل. يعني تعملوا ديبلي فوق الصدر نتاعكم سوا وتحكموا بالابر. من بعد تزيدوا ديروا قطعه نتاع التسفاج ديالكم من فوقهم. يعني تحطوا الوجه على الوجه وتروحوا تخيطوا تسفاج هذاك ديالكم ومن بعد تقلبوها وتحدوا عادي تجيكم الكشكشه من الفوق. بون البنات هنا نفصلوا لامونش ديالنا. هذيك القطعه تاع 35 سنتيم تنيتها ولا طبقتها على 4. من بعد رايحه نجي نعملك ريحانه نو مانيش غلطه. نجي من هنا ندير 30 سنتيم باسكو حين نديرو فيه لاستيك 30 سنتيم. هنا نديرو حردة الابط طاحت لي 25 سنتيم بصح نحولها 5 معناته نديرو غير 20 سنتيم لخاطر 5 سنتيم هذيك راح نزيدوها هنا فيها التشرشيف. درك تشوفوا كيفاش هكذا. من بعد من هنا لهنا واش ندير نربط بين هادو النقاط بهذه الطريقه هكذا. وهنا كذلك ندير 30 سنتيم ونربط بهذه الطريقه. هنايا راح يكون عندنا كذلك لاستيك في هذا المستوى حيكون عندنا لاستيك وفي هذا المستوى حيكون عندنا لاستيك. هنا القطع قطعه الطول ديالها بون ماشي الدوب فوالا الدوبل نتاع القطعه هذه معناته هنا عندي 30 راه متني على زوج عندي 60 دونك رايحه ندير حتى ل 100 سنتيم هكذا. ندير غير 100 سنتيم برك. العرض نتاعها 5 سنتيم والطول تاعها حوالي 100 سنتيم ونزيدوها هنايا ونديروا لها لاستيك يعني قطعه بحال هكا. دونك هذه راهي ما توصلش بصح انا نوري لكم برك هكذا قطعه كيما هذه فيها العرض 5 سنتيم نثنيها على زوج بهذه الطريقه. تثنى على زوج بهذا الشكل وتتخيط هك الوجه على الوجه هكذايا. من بعد نزيدوا لها لاستيك وهي تتثنى وحدها. سينو يا البنات ما ديروهاش دوبلي باش ما ديروهاش تشرشيف. ديروا نفس القطعه عندكم 60 سنتيم تخدموا قطعه فيها العرض دونك 5 سنتيم حتى 6 سنتيم والطول تاعها 60 سنتيم. من بعد تخيطوها فوق هذه القطعه ونديروا لها لاستيك. دوكا في الخياطه تفهموا مليح. هنا رايحين
فوالا البنات، هاوليك لامونش، شوفوا كيفاش تجي. ها هي كي تشوفوها هكا راهي تبان لكم كبيره، بصح كديروا لاستيك تولي لكم تحفونه، تولي تهبل. ها هي كدا. شوفوا دوك واش راح ندير، تبعوا معايا. تشوف هنا رايحه نجيب الجزء بون هدايا الجزء الامامي. البنات راني مازال ما نحيتش الطول الكليه، حبيت حتى نخيطها باش نقص لها الطول الكلي. كيفاش تتخيط؟ ها تروحوا تجيبوا الحرده تاع الابط، هاي ليك باش تفهموا. حرده الابط هنا شوفوا، تحبوا تخيطوها من بعد ديروا لها لاستيك، تحبوا ديروا لاستيك وتخيطوا كيما حبيتوا. من بعد تجيبوا هذه الجزء نتاع الحاشيه يجيكم من الفوق، فهمتوا واش راح ندير؟ رايحه نبدا من نحط ها بالابر بهذه الطريقه، يعني تحطوا الوجه على الوجه والحرده مع الحرده وتخيطوا. فقط هذيك القطعه اللي زدتوها رايحه تجينا جهه الكتف، ما تجيكمش في الجهه السفليه. هنا كذلك البنات يليق نديروا لاستيك. انا هنا حنوريكم فقط طريقه الخياطه، من بعد انايا نكمل. ها شوفوا هكذا. هنا شتو لاستيك منين يبدا من هذا كاع يروح لكم لاستيك. دوك حق القيمه ديروا اكثر من المنتصف نتاع هذه القيمه. دوك تشوفوا مثلا هنايا عندي 60 سنتيم، دوك انا ندير مثلا 40 سنتيم، فهمتوا؟ 40 سنتيم في لاستيك باش ما تجيكمش مزيره بزاف. تنحط منا وتجبدوا لاستيك وراكم تخيطوا. يعني تحبوا ديروا لاستيكات قبل باش تخيطوهم تكونوا اليز، تحبوا تخيطوا هنايا من بعد ديروا لاستيك في الجهه الفوقانيه. كي تكملوا تخيطوا تزيدوا تحطوا الحرده الثانيه مع الجزء الخلفي ولا ديالكم كيف برك يا البنات. كي تكونوا تخدموا تاكدوا باللي القندوره نتاعكم راهي مساويه، ماشي تخدموا تحطوا برك، فهمتوا؟ ها دونك كنقلبها، ها الوجه مع الوجه. هنايا ركبنا، نزيد نركب بهذه الطريقه هكذا. هذا كامل يروح لاستيك. هنا القيمه نتاع لاستيك ثاني هي الا لقيتو هنايا مثلا درك 30 تالي ديروا 40 سنتيم في لاستيك نتاعكم، يعني دائما دوبلوا القيمه هذيك اللي تلقاوها هنايا. وهذا هو الموديل. وهنا تالي ديروا لاستيك وتروحوا تغلقوا الجبه نتاعكم. هذا ما فيها، سهله يا البنات، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هاوليك لاستيك تشدوه هكايا وتجبدوا راكم تخيطوا حتى تحصلوا على الكشكاشه هنايا، وتزيدوا تحطوا لاستيك هنايا بهذه الطريقه وراكم تخيطوا حتى تحصلوا على الكشكاشه هنايا. دوك انا نخيطها ومن بعد نغلقها ونوريها لكم. بون فوالا حبيباتي، هاوليك الموديل. هنا راهي الظلمه نصور في الليل باسكو لا كليونت دروك تديها. المهم هامليك هنا ما كاش شي خيوط ولا ما نحيتهمش. هادو الاكمام يجوا هكذا مونش غاقلون هذاك. هذه الرقبه الاماميه، هنا درت لها فقط عقاشات صغيرين. وهذا تاني الكم الاخر. وهذا هو الموديل. راح نزيد نحطه لكم في لون اخر ان شاء الله. المهم هذا هو الموديل.